طيب انا عندي مشكله كده على السريع، المحطه هنا ما فيهاش غير مكنه واحده اللي هي اللي هناك دي، وانا عايز اقطع تذكره بالكريدت كارد، بس هي للاسف الكريدت كارد فيها عطلان وانا معيش كاش، معيش غير دولارات، ما اعرفش بقى هعمل ايه. هي المكنه الوحيده اصلا اللي في المحطه كلها وما بتقبلش فيزا، لازم اقطع تذكره كاش، وانا عايز مش عارف اعمل ايه. ممكن افكر اخش على اي محل اقول له يسحب من الفيزا 20 يورو ويديهاني كاش، ما اعرفش بقى هل ده هنا عادي ولا يخافوا، مش عارف. هشوف كده، هجرب، لان سالت طلع ما فيش غير مكنه واحده بس في المحطه كلها اللي هي دي. طيب بعد معاناه طويله لقيت صرافه، رحت اسالهم على ان انا لو عايز اغير 100 دولار لان معايا دولارات بس، فقلت اغير 100 دولار واخدها واحجز بقى التذكره كاش بتاعه المترو. فلقيت السعر تديني بدل 94 يورو عايزه تديني 80 يورو، فطبعا مستحيل اعمل كده. فلقيت دخلت المكتب بتاع خدمه العملاء، قالت لي للاسف هي المكنه اللي هنا الوحيده، وتقدر لو مش كده ممكن تستخدم تقدر تستخدم مكنه البنك، يعني كانها كارت بتاع المترو، يعني تحطها على المكنه وتعدي بيها. يعني المكن بتاع المترو هنا بيقبل الكريدت كارد ايا كان بقى بلده ايه، بتحطها على الماشين وتفتح لك الجيت، وجات لي رساله على الموبايل ان انا 0 يورو، يعني ما خصمش مني حاجه. لما هنزل هحط الكارت تاني، هيخصم بقى ايه اللي هو التذكره اللي هي مدتها ساعه، اللي هيخصم بقى 3 يورو وشويه تقريبا، حاجه كده.